هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اكلمكم عن مشهد في مسلسل موضوع عائلي رقم 2. المشهد كان عبارة عن 3 اشخاص، منهم ماجد الكدواني وبنته وخطيبها. بنته وخطيبها كانوا قاعدين زعلانين من بعض، وفي نكد طبعا وفي خناقات. فجاي بيقول لهم: وانتوا متخانقين ليه؟ الا لو انتوا عايزين تحكولي، يعني احكولي، وما انصحكوش كمان ان انتوا تحكولي. ما انصحكوش ان انتوا تحكولي. خلوا اسراركم بينكم. دي اول حاجه انا عايزه اقول لكم عليها. خلي اسراركم بينكم. حلو. آه قعد يقول الحكايه مش مستاهله ان احنا نعاند ونتخانق مع بعض ونزعل من بعض بالاسبوع وبال10 ايام. بمنتهى البساطه، هو العمر فيه كام اسبوع عشان نزعل من بعض؟ ولا عارفين قيمة العمر ولا عارفين قيمة الوقت، ان احنا بنضيع وكأن العمر ده محفظة واحنا عمالين بنصرف منها. اوكي. والشاطر هو اللي يروح يصالح التاني الاول. بجد ده مش مسموش ضعف، ده يعني ده حد شاطر، ده حد ان هو عارف قيمة الوقت كويس، عارف قيمة العمر، ان الشخص ده ممكن ما يبقاش معاه، وان الحياة مش مستاهلة ان احنا نقضيها في عند ومشاكل وخناق، وكل ده وقت وبيعدي. يعني المشكلة لو حصلت بما معناها، يعني اللي هو ايه، انت دلوقتي حصلت مشكلة ما بينك وما بين حد وحاسس ان الدنيا باظت جدا، خلاص فكر كده. بعد 3 ايام بعد ما المشكلة دي ما بتكون اتحلت، بتقعد تضحك عليها. بتلاقي يعني انا ليه كنت مدي الموضوع اكبر من حجمه كده؟ ليه انا عصبت نفسي وضغطت نفسي وشلت قوي كده، والموضوع كان ابسط من كده؟ يبقى احنا بنضيع وقت على الفاضي وعمر من عمرنا على الفاضي. فلا يعني اروح ابادر للي قدامي ما تزعلش مني. مش معنى كده ان انا ابقى بارد او ما بحسش او ما ازعلش، لا. ولا تكون بارد ولا ما تكون مشاعرك جافة، لا خالص. ازعل وصور وتخانق وقول كل حاجة، بس كل حاجة في وقتها. ما تحوش. لما بنحوش ده بيخلي ما بينك وما بين اللي قدامك سور. انتوا الاتنين مشكلة على مشكلة، السور عمال بيكبر بيكبر بيكبر، خلاص هيبقى سور كبير. فمجرد حاجة بسيطة صغيرة هتحصل ما بينك وما بين الشخص ده، خلاص انت علاقتك ما بينك وما بين الشخص ده انتهت. فالحياة أبسط من كده بكتير من إنك تبني سور ما بينك وما بين اللي قدامك. بجد. وخلي دايما أسرارك ما بينك وما بين الشخص ده، سواء صاحبك، سواء مامتك، سواء أخوك، سواء باباك، أي حد من عيلتك. كل ما الموضوع بيبقى بين الشخصين اللي ما بينهم المشكلة، كل ما الموضوع صغير. لما بتدخل فيه أطراف، الموضوع بيبقى بقى موضوع فعلا، وهو مش مستاهل. والدنيا بسيطة وفانية. ما تضيعوش عمركم في الزعل ولا النكد. بس ميرسي.